نعمل حاجه حلوه جدا. هقولها لك، ما لسه ما حدش يعرفها. قول. وانا فخور، يعني ما اعرفش هو ده التوقيت المناسب اللي اقولها ولا لا، ان البلد وكلتني ان انا ادير وارأس مشروع ال1000 محترف اللي امر بيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اوه ذيس از هيوج. حكاية ميدو وال1000 محترف. زي ما كلنا عارفين ان حكايات ميدو كتير وما بتخلصش، بس حكاية النهاردة رجعنا ورا 7 سنين علشان نشوف جذورها كانت ايه ونهاية الحكاية دي كانت ازاي. حكاية ميدو النهاردة من سنة 2018، من 7 سنين، لما طلع علينا بكل وجاهة ووسامة وهو قاعد جنب عيلته كلها في برنامج منى الشاذلي علشان يقول لنا ان البلد وكلته انه يدير ويرقص مشروع ال1000 محترف مصري علشان نسمع تسقيف. ومن كتر ما المشاعر كانت صادقة ما قدرتش امسك دموعي ساعتها. ايه القرف ده بقى؟ ما ينفعش كده يعني، في راجل يعيط ليه يعني؟ ده ميدو بيقول لازم على الأقل يعني يبقى عندنا 300 أو 400 لاعب زي محمد صلاح وتريزيجيه. ركز معايا في الكلام ده من 7 سنين، وقال ساعتها إن المشروع ده تابع لوزارة الشباب والرياضة، يعني مشروع حكومي بدعم من الدولة. ولحد هنا كانت حكاية ميدو اللي من 7 سنين. طبعا دي اوامر سياده الرئيس شخصيا، ان احنا عايزين يبقى عندنا على الاقل 300 او 400 لعيب زي محمد صلاح والنني وتريزيجيه وحجازي، يا ريت ورمضان صبحي وكل اللعيبه اللي بتلعب، انا مش عايز انسى حد. ونيجي بقى لسنة 2025 علشان نشوف نتائج المشروع العظيم قوي ده اللي الدمعة نزلت من عيني علشانه. تشوف عدد المحترفين المصريين اللي خرجوا من مصر من مشروع ال1000 محترف اللي بيشرف عليه كابتن ميدو، تلاقي النتيجة صفر يا ابو الحاج. مش عارف. طب حياتي حياتي ده صفر. طيب مستوى الناشئين اللي المفروض يلندق، وشوف المفارقة يا اخي، ميدو يطلع ينتقدهم. المغرب كام مليون؟ 10؟ انا عايز اعرف حد من الرجال يا جماعه، المغرب كام مليون؟ 9-10 مليون اعتقد، صح؟ احنا 120 مليون بني ادم، 120 مليون بني ادم مش عارفين يبقى عندنا 200-300 لعيب بيلعبوا بره. لما تشوف المحترفين اللي بيطلعوا من مصر حاليا، يا ولاد اهاليهم هاجروا بره مصر، يا ولاد لعيبه او وكلاء لعيبه زي ولاد خالد بيبو وسيد معوض مثلا. مصر بلد في الكوره فيها ظلم كبير جدا طول عمرها. واخر حاجه قالها كابتن ميدو ان المشروع ده بتكليف من البلد وباشراف من وزاره الشباب والرياضه. فتلاقي المفاجاه ان من سنه فاتت ميدو بيعمل نادي ومشروع اسمه ذا ميكر بيطبق فيه كل اللي قاله من 7 سنين، لكن لحسابه الشخصي. ذا ميكر ده مشروع حياتي، يعني 40 ولد الحمد لله كلهم عايشين معانا، مدينهم كلهم من محافظات مختلفة، كلهم يعني يعني مش كلهم، يعني معظمهم من عائلات بسيطة ومن قرى بسيطة. وانا بحبهم جدا ومراتي بتحبهم جدا، نقضي وقت معاهم كتير. بيتمرنوا، بيتعلموا انجليزي، كلهم دلوقتي بيتكلموا فلوينت انجلش. الاولاد بيتعمل لها اول ما يخش كشف طبي كامل بتحليل دم، يعني وبرنامج تغذية. عندنا تيم بتاع سايكولوجي، بوزيتيف سايكولوجي وسبورت سايكولوجي، الحتة النفسية. مشروع جميل جدا، وانا بصراحه لما بروح اقعد مع الاولاد دول بحس ان روحي بتتغسل. مشروع يعني عظيم جدا، احنا بنشتغل فيه بقلبنا بجد يعني، والاولاد دول هيطلع منهم ان شاء الله على الاقل 5-6 لعيبه هيكونوا لعيبه كبار. وده يرجعك لكلام ميدو لما اتعرض عليه تدريب منتخب مصر الاولمبي وقال لهم لا الفلوس دي قليله، انا مش هاكل ولادي وطنيه. لا هم ساعتها قالوا لي لا، وعرضوا عليا رقم يعني ايه، يعني انا ساعتها كنت باخد في بيراميدز 70,000 دولار، هم عرضوا عليا. انت كنت بتاخد 70,000 دولار؟ ما شاء الله. ما شاء الله، بس كنت استحقهم يعني الحمد لله. طبعا اكيد. عرضوا عليك كام في المنتخب قدام ال 70,000 دولار؟ والله عرضوا عليا ساعتها 180,000 جنيه. كان ساعتها 180,000 جنيه دول مثلا ما يجوش 7,000 دولار مثلا.
ولا بتاع. فكانوا عايزيني بقى اسيب بقى وان انا بقى الوطنيه وبتاع. لا طبعا انا تاكلوني وتاكلوا عيالي وطنيه. فهل يا ميدو رفضت المشروع الوطني اللي نزلت دمعتي عليه من 7 سنين علشان الوطنية مش بتأكل عيش فأخدته لحسابك الشخصي ولا إيه؟ انا سعيد جدا وفخور ان احنا هنبدا برايفت اكاديمي او الاكاديميه الخاصه بتاعه ذا ميكر. الاهم من كده ان احنا مش فاتحين اكاديمي اللي هي الكوميرشال اللي هو بييجوا يضحكوا على عيالك ويمرنوهم ويمشوهم والكلام ده. لا، احنا الفكره بتاعت الاكاديميه بتاعتنا الخاصه ان احنا اي ولد يتطور او يتطور مع المدربين بتوعنا ان هو يقدر يخش في البروجرام بتاع ذا ميكر بتاع الولاد اللي عايشين معانا هنا اللي احنا بنجهزهم ان هم يحترفوا بره. هستنى رأيك في التعليقات عن حكايات ميدو اللي ما بتنتهيش. مش قادر استنى اليوم اللي هرجع العب فيه واول ماتش المدرج مليان كرة بالعرض هطلع بدماغي كله